الاحتفالات بتطوان لا زالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي. فرحة التتويج بدرع البطولة الوطنية الاحترافية التي نالها فريق المغرب أتلتيكو تطوان أحيت آمال التطوانيين وجددت ثقتهم في فريقهم البطل. وشكرا جزيل الشكر للمكتب المسير المقتدير وفيه رجال تطوان وهما مدعمي الفريق في السراء والضراء. هنا بساحة المسرح بتطوان خصص تكريم رسمي وشعبي لجميع مكونات الفريق، تكريم يترجم مدى تقدير المجهودات الثمينة التي حققها الفريق وطاقمه التقني والفني، مجهودات هي الأغلى في تاريخ النادي. وبكل صراحة التتويج ديالنا بالحقيقة مستحق، لأن فريق اللي منذ بداية الموسم هو كيحط للصف الأول، وهذا إنجاز ثاني كيحققه هذا الفريق، لأن الدعم لا مشروط ديال جميع المكونات الفريق، لا ولاية السيد الوالي بالدعم ديالو المعنوي والمادي، ولا الناس ديال الجهة، ولا يعني رئيس المجلس الحضري. فالحمد لله هذا الدعم هذا مادي ومعنوي هو اللي عطى هذا المستوى هذا. في نفس الوقت السيد الرئيس الفريق اللي ما كيبخلش علينا بالدعم ديالو. فبكل صراحه هذا الاحتفال هو ثاني احتفال كنحضروا ليه، هذا الاحتفال هذا اللي هو مستحق لهذا الفريق، هذا الفريق الشاب، هذا الفريق اللي بظرف 3 سنوات يحقق 2 بطولات. كنظن بان نتمناو على هذه الاحتفالات تستمر لهذا الفريق هذا ونحققوا انجازات اخرى ان شاء الله. حفل تكريم ابطال النسخة الثالثة للبطولة الوطنية للأندية المحترفة الذي حضره جمهور غفير قدر بمئات الآلاف، تخللته فقرة خصصتها ولاية تطوان لتقديم جوائز رمزية لجميع مكونات الفريق التطواني الذين تمكنوا من تحقيق المبتغى وسعدوا بالأمنية إلى أسمى تجلياتها. لقب الموسم هذا فكنظن باللي خدم لنا الجهد بزاف، كنظن باللي كنا نقدروا نحسبوا اللقب قبل من الدوره هذه. فالحمد لله ربي كيدير غير اللي فيها الخير. بقينا مامنين بالحظوظ ديالنا، الجمهور حتى بقى مامن بينا حتى لاخر لحظه، والحمد لله حققنا اللقب اللي كنا كنتظروه كاملين. وكيف بالنسبه للاحتفالات ديال الفريق المغرب التطواني كنظن باللي الجمهور كان محتاج لهذه الفرحه هذه، فهو سبق ليه وجربها الموسم قبل الماضي، فكنظن باللي كان مشتاق انه يعاود يرجع لمدينه تطوان ويحتفل مع اللعابه ديالو، مع المكتب المسير، مع الاداره التقنيه ديالو اللي كانت في المستوى الموسم هذا، وحققنا اللقب الثاني الحمد لله في ظرف 3 سنوات. بعد الانتهاء من التكريمات والاحتفالات، جمهور الفرحة كان على موعد مع سهرة فنية ممتعة أحياها كل من الفنانين المغاربة حاتم عمور، مسلم وسعيد شرف. سهرة ألهبت حماس الجمهور الحاضر وتجاوب معها بترديد أغاني الفنانين المشاركين. لله الله يا ربي، انتوما لله الله يا ربي، الله يا ربي، الله يا ربي، الله. والمغرب تتوقع والمغرب